شباب تالتة ثانوي ازيكم؟ نركز بقى مع بعض. النهارده هنعمل لكم فيديو مخصوص عن شابتر 2، خاصة ان انا سامع مشاكل في الفترة الأخيرة دي عن موضوع الدايركشن والمسائل اللي بتبقى فيها دايركشن بنتلخبط فيها، وامتى استخدم امبير وامتى ما استخدمش امبير، وامتى السكرو وامتى الكلوك وايز وامتى انتي كلوك وايز، وكل الحدوتة دي كلها احنا عايزين النهارده في الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله تختموا معايا الفيديو وانتم ما عندكوش اي مشكلة في الموضوع ده، واعلمكم طريقة بتغير استخدام ايدك دي تماما تسهل معاك الموضوع بشكل كبير قوي. نفتكر الاول مع بعض كده قوانين الشابتر. اولا كان عندي ستريت واير بيطلع ماجنت، كان عندي سيركلر كويل بيطلع ماجنت، كان عندي سولينويد بيطلع ماجنت. وزي ما بنوه في كل فيديو يا جماعه، اي جزء انت عايز شرحه تفصيليا عندك البلاي ليست الخاصه بالشابتر ده، تقدر ترجع للشرح التفصيلي بتاعه. احنا دلوقتي بنلم دنيتنا وبنتعود على اشكال الاسئله وبنعالج المشاكل اللي بسمعها كتير من الطلبه بتوعي، وبالتالي بحاول ان انا اعرف منهم زمايلهم بيشتكوا من نفس الشكوى ولا لا، وبلاقي الشكوى العامه فبحاول ان انا اعالجها لكم بشكل بسيط عشان ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله في الامتحان. ندخل في موضوعنا على طول. نفتكر كده قوانيننا. الستريت واير كانت البي بتاعته بتيجي عن طريق الميو اللي هي البرمابيليتي، بعد كده الاي ال2 باي كونستانت بالنسبه لي، وبعد كده الديستانس. يعني لو انا عندي واير بالشكل ده الديستانس اللي بتكون نورمال لغايه الايه البوينت دي. طب لو انا عندي سيركلر كويل بتبقى ميو واي، بس هيزيد معايا مين هنا؟ الان اللي هي النمبر اوف تيرن بتاعتي، بعد كده اوفر ايه ال2 ار. مرة تانية بعد كده السولينويد بتكون هي نفس الكلام مع اختلاف حاجة واحدة بس، ان انا ببدل الار اللي هي الشكل بتاعي بيبقى يكون بالشكل ده، يعني الار بتاعت السيركلر كويل دي ببدلها باللينس بتاعت السولينويد. يعني لو السولينويد بتاعي بالشكل ده يبقى من اول هنا لغاية هنا ده هيمثل بالنسبة لي مين؟ اللينس. في بقى قانون مشترك ما بين الاتنين اللي هو ازاي تقدر تحسب النمبر اوف تيرن بتاعتي. النمبر اوف تيرن ببساطه لازم تدور جوه المساله على حاجه اسمها لينس اوف واير اللي هي اللي احنا مسمينها هنا ال دبليو. يبقى خد بالك في 2 ال ما تتلخبطش ما بينهم، هنا دي لينس السولينويد، هنا دي بتاعت اللينس اوف واير اوفر ال 2 باي ار. ده كده يقدر يجيب لي النمبر اوف تيرن، واقدر اشغل القانون ده للسيركلر واقدر اشغله للسولينويد عادي، مفيش اي مشكله ما بين الاثنين. طيب نركز بقى مع بعض شويه. في قانون خاص بالسيركلر كويل بس اللي هو القانون ده. ازاي يعني خاص بالسيركلر كويل؟ يكون هو مديك ارك بالشكل ده كده، يعني لفه غير كامله، ماشي الكلام، ويروح قايل لك ان الارك دي يا عم عامله انجل كده، ولتكن مثلا 120 مثلا. 120 دي السيتا. طب انا عايز اعرف الارك ده قد ايه من السايكل بتاعتي، يبقى هقول ال 120 اللي هو مداني مثلا طبعا على 360 على حسب الجزء اللي هو بيكون مديهولك كانجل. خد بالك عشان النوع ده من الاسئله احيانا بيبقى فيه مقلب. ازاي يعني؟ يروح جاي هو راسم لي حاجه زي اللي انا هرسمها لكم دي، يروح راسم لي دايره كده بالكامل كلها من اولها لاخرها، بس يجي ركز بقى معايا شويه، يروح راسم لي كده بصوا ويديني الانجل دي 90، بس هو اساسا مخلي الحته دي هي اللي محسوبه مش دي. فحضرتك لو خدت ال 90 اوفر 360 انت حسبت الحته اللي مش موجوده، هو عايزك تحسب اللي موجوده. اللي موجوده اللي هي الانجل اللي فاضله دي اللي هي 3/4 لفه، يعني اللي انت هتقول 270 اوفر 360. وتاخدوا بالكم عشان دي مقلب من ضمن المقالب المشهور في الحته دي. طيب يجي بعد كده مفهوم عندي النيوترال بوينت. النيوترال بوينت معتمد في الاساس على ان بي توتال تكون ايكوال 0. يعني معنى كده ان هي ممكن تكون ما بين 2 واير او ما بين اي 2 مع بعض. يعني اي 2 مع بعض؟ يعني ممكن يكون ستريت واير مع سيركلر كويل، ممكن يكون ستريت واير مع سولينويد، ممكن يكون سيركلر وسولينويد عادي جدا. يبقى المفترض ان انا ادور على كلمه بي توتال ايكوال 0 او الكرنت اللي ماشي قد ايه عشان يعمل لي المagnetic فيلد فانيج، او مشيت كرنت فعمل المagnetic فيلد بتاع الاولاني كانسلد. كل دي مسميات تقول لي ان لازم بي 1 وبي 2 يكونوا قد بعض. 1 و 2 مش بالضروري يكونوا ستريت وايرز، بس احنا الستريت واير بنشرحهم دايما بتفاصيلهم اكتر علشان هم بالنسبه لي بيكون فيهم حته كده ماس، والناس بتوع علم علوم بيتضايقوا من الحته دي، فهنحاول ان احنا نلخصها لكم بشكل سريع ونفكركم بيها برضو. نركز. اولا هو بيكون الراجل مديني هنا اي 1 ومديني هنا اي 2 ومديني هنا كمان ايه الديستانس، يبقى الحاجات اللي انا علمت عليها باللون براون ده دي بتكون جافن. وبيقول لي يا عم نيوترال بوينت مكانها فين؟ هنا الحاله الماينس بتكون لما يكونوا الاثنين ايه، ركزوا بقى كده مع بعض، ان ذا سيم دايركشن. ايوه هنا بقى بتظهر الازمه. طب ما انا مش فاكر هما ماينس ولا بلس يا مستر، ما دي ازمه امبير اللي انت قايل لنا عليها في اول الفيديو. بصوا بقى معايا موضوع امبير ده ببساطه خالص عشان نخلص منه بشكل نهائي. بصوا معايا اللي احنا هنعمله ده دلوقتي، ركزوا كده معايا شويه. انا عندي هنا مثلا 2 واير، يعني واير هنرسمه كده الكرنت بتاعه كده والكرنت بتاعه كده بالشكل ده، الاثنين واير كده ان ذا سيم دايركشن. ايوه لسه هعمل امبير كده وهعمل امبير كده وافضل الف في ايدي؟ لا بص يا سيدي، حضرتك هتعمل حاجه زي اللي انا عاملها لك دي تماما، وفي الامتحان تقدر ان انت تستخدم حاجه زي كده في ورق الدرافت اللي موجوده ورا. انت مجهز شكل زي اللي انا راسمه لك ده كده دلوقتي. الكرنت لما بيكون طالع هنا اكس يعني الماجنت داخل، هنا نقطه يعني الماجنت خارج. يلا يلا بص كده، حط ده جنب ده كده. ايوه ها
ركز كده معايا. ده كده طالع برضو نفس الفكره اهو. يبقى من هنا اكس اهي، من هنا اكس، من هنا ايه نقطه، وطالع لبره. جميل يا عم جميل. انقل على الزبون التاني، يلا بينا. ده زيه ماشي، حطه كده زي ما هو، الاكس الناحيه دي تمام، والنقطه الناحيه دي تمام. حلو قوي. بص لي كده على الماجنت ما بين دول. ده واحد طالع وواحد ايه نازل، يبقى كده اوتوماتيك البي توتال بتاعهم هما الاثنين ايه عكس بعض، يعني بي 1 ماينس بي 2 او بي 2 ماينس بي 1. يا مستر عشان هما هنا الاثنين زي بعض. لا يا عم ارسمهم عكس بعض كده ويلا بينا. رسمنا مثلا كرنت كده، ورسمنا كرنت تاني كده بالشكل ده. يلا يلا الكرنت هنا بالنسبه لي طالع لفوق، طالع لفوق، يبقى السهم ده بتاعي معدول اهو، يبقى اروح حاطه عليه كده بالشكل ده. طالع اهو زي ما هو. يبقى هنا اكس وهنا ايه نقطه، ادي الاكس وادي الايه النقطه. ماشي. من هنا ده طالع اهو، اللي في الورقه بتاعتنا طالع، واللي في الرسم ايه نازل. اقلب الورقه. مظبوط زيه، مظبوط زيه. ركز تمام 10 على 10. يبقى هنا كده بالنسبه لي ادي النقطه الناحيه دي، يبقى تحت دي على طول هنا كده ايه ادي النقطه. والاكس الناحيه دي بره ادي الاكس. شيل ورقتك. بص الاثنين ان ذا سيم دايركشن. يبقى كده البي توتال ايكوال بي 1 بلس مين يا عم بي 2. بي 1 بلس مين البي 2. حلو قوي. بصوا بقى، قدرت تجيب اللي في النص اللي بره عكسهم على طول بشكل على طول مباشر. يعني انت هنا دي اللي في النص او اللي ما بينهم ماينس، يبقى اللي بره ايه بلس، سواء من هنا سواء من هنا. طب اللي بينهم هنا ركز بقى كده معايا، اللي بينهم هنا بلس، يبقى بره ماينس. اي نقطه بره هجيبها عن طريق مين الماينس. ويفضل طبعا بعد ما تخلص الفيديو ده معايا روح على طول اوتوماتيك على فيديو من فيديوهات الحل، ابدا على طول حل معايا المسائل اللي احنا بنحلها. ركزوا بقى معايا. بعد اقول يا مستر طب ما كده لا، ده في حاجات بتبقى رخمه. يعني ايه حاجات بتبقى رخمه؟ ركزوا كده معايا. يعني مثلا، ودي حاجه فعلا بتقابلنا كتير، ان انا اروح جايب لك واير كده بالشكل ده. بص ركز كده معايا، واير كده، اقول لك ان الكرنت كده. ايه ده الكرنت؟ يعني الكرنت خارج لبره. بص معايا ادي ورقه اهي يا عم، الكرنت فيها بص كده خارج لبره. حلو، ادي كده الواير بتاعي، وادي الكرنت بتاعي خارج لبره فعلا نفس الرسمه بتاعته. يبقى كده الماجنت من كل الاتجاهات بتاعتي بقى عندي. يعني الماجنت من هنا كده ايوه، ومن هنا بالشكل ده حواليها كده، ومن هنا بالشكل ده برضو كده نازل، ومن هنا من تحت كده بالشكل ده كده بالشكل ده. حلو. واروح باصص كده مراقب الاثنين مع بعض. مظبوطه. طب انا ليه عملت الاربعه دايركشن؟ هقول لك ليه. لان ببساطه يعني البي من هنا اهو واهو واهو وهنا برضو. تلاقيه هو جاي في المساله عامل لك ايه يا عم؟ بيقول لك طبعا انت البي من كل دول هتحسبها عن طريق المسافه، وميو اي على 2 باي دي عادي مفيش اي مشكله. بس الدايركشن دايما هو اللي بيعمل ازمه في الحته اللي زي كده. تعالوا نشوف ازاي. مثلا لو انا رحت جاي هنا يا عم وقلت لك ايه، ان انت عندك ماجنتيك فيلد اكسترنال بالشكل ده. يعني انا مديك ماجنتيك فيلد اكسترنال، وده دايما رقمه بيكون جيفن ماشي كده. واقول لك يا عم انا عايزك تحسب لي الماجنت توتال عند نقطه هنا مثلا ولتكن 1. بلاش العلامه دي عشان ما تلخبطكوش. هنا 1 ماشي، ونقطه هنا مثلا ولتكن 2، ونقطه هنا لو تكن 3، ونقطه هنا لو تكن 4. بصوا بقى كده معايا. هنا ده الماجنت الاساسي بتاع الواير صح؟ الماجنت التاني بالنسبه له ما هو بيبقى ماشي من كله، يعني جاي من كل الاتجاهات. الماجنت الاكسترنال نفس الاتجاه ده ما بيغيرش اتجاهه. يبقى بصوا كده الماجنت اكسترنال لو جينا نرسم له بارل ليه هنا، بص عامل ازاي. ده كده الاثنين ماجنت جايين مع بعض بيربنديكولار، يعني الاثنين بيربنديكولار مع بعض. يبقى ساعتها اروح قايل ان البي توتال هنا عند البوينت 3 سكوير روت للبي الاكسترنال بلس البي بتاعت مين يا عم؟ الواير ده باور 2 وده باور 2. طب نيجي كده عند النقطه 4. يلا دي كده عند 3، تعالوا عند النقطه 4. ادي الاكسترنال اهو ماشي. يبقى الاكسترنال اهو اللي باللون الاحمر اهو. الحق ده جاي مع نفس الواير. يبقى كده طالما هما الاثنين في نفس الدايركشن، يبقى البي توتال بتاعتهم هتبقى بي بلس بي، يعني البي واير بلس البي ايه اكسترنال. طب حلو. نيجي عند النقطه 2. عند النقطه 2 ادي الاكسترنال اهو. يبقى الاكسترنال اهو برسم له بارل ليه هنا، وده جاي معاه كده بريبنديكولار. بريبنديكولار يبقى زيها زي 3، يعني هستخدم بايثاغورس سيريم اللي هي السكوير روت بتاع دي باور 2، ودي الثانيه هي كمان ايه باور 2. طيب نيجي عند بوينت 1. بوينت 1 الكرنت بتاعي ماشي كده. حلو قوي الكلام ده. سوري، الماجنت ماشي كده الاكسترنال، وده ماشي كده، ده الاثنين ماشيين عكس بعض. يعني ده اهو في دايركشن وده عكسه. طالما عكس بعض يبقى كده البي توتال بتاعتي هتكون البي ماينس البي، وطبعا باخدهم هما الاثنين، يعني الاكسترنال ماينس الواير، وباخدهم عن طريق الابسوليوت فاليو علشان اضمن ان ما يكونش فيه نيجاتيف. دي واحده برده بالنسبه لي مستفزه. هيجي واحد يرد عليا يقول لي يا مستر هو لازم الكرنت يبقى بالنسبه لي نقطه؟ لا عادي، ممكن الكرنت يحط لك اكس يعني. طب ازاي احط لك اكس؟ ركزوا كده معايا.
يعني يجي في نقطه زي كده مثلا، ونغير بقى فكره السؤال، يقول لك ان الكرنت ماشي اكس، وراح حاطط لك واير تاني ماشي كده، ويقول لك يا ترى البي توتال بتاعتهم هما الاثنين ماشيه ازاي. يعني انا عندي هنا اي 1 ماشيه، وعندي هنا اي 2 ماشيه. بصوا كده بقى معايا، نيجي عند النقطه اكس يا عم، ادي الرسمه بتاعت اكس اهي، اهي بالشكل ده. طيب اللفات بتاعته الراجل ده عامل ازاي؟ ركزوا معايا، اللفات بتاعته زي ما هنشوف كده، ركزوا كده اهو. الراجل ده هنرسم اللفات من هنا، اوضحها بلون مختلف اهي، لفوق وتحتيها ماشي 10 على 10 جايه كده، ومن هنا جايه كده، ومن هنا جايه كده. انا مجرد ما حطيت سهم كمل اللفه بتاعته، يعني لو حطيت ده كده كمل اللفه بتاعتك عادي، مفيش اي مشكله. طيب يا ترى بقى الراجل اللي طالع لفوق ده الماجنت بتاعه عامل ازاي؟ تعال نجيب الراجل اللي طالع لفوق ده. ادي الماجنت بتاعي اهو، الواير اهو طالع لفوق. يبقى من هنا ركز كده، من هنا اكس، ايوه السهم هنا جنبي اهو، ومن هنا ومن الناحيه دي نقطه. ركز كده بقى معايا شويه، الراجل ده البي بتاعته نازله ازاي؟ كده اهي لتحت. الراجل ده البي بتاعته ازاي؟ طالعه لفوق. مش ملاحظين حاجه؟ كده الاثنين بربنديكولار تو اتش اذر، يعني بعد ما اجيب البي الاولانيه بتاعت ده والبي الثانيه بتاعت ده، هروح واخد التوتال بتاعهم عند الناحيه دي عن طريق بايثاغورس برضو، اللي هي سكوير روت لبي 1 باور 2 بلس البي 2 باور 2. يبقى مجرد ان انت تكون مجهز الاوراق بتاعتك دي، او تعملها حتى دلوقتي عندك. بص انا هرصها لكم بالشكل ده كده، انتوا عارفين حاجه زي كده، وحتى انت ممكن توقف الشاشه على حاجه زي اللي احنا هنعملها دي دلوقتي، وتعملها ايه زي سكرين شوت ليك، تقدر ان انت تجهز دي الاوراق اللي انت المفروض تبقى عاملها عندك بالشكل ده، علشان تنهي القصه بتاعه الستريت واير دي بالنسبه لك بشكل نهائي. واحد قال لي يا مستر لا احنا احيانا بيجي لنا الواير واقف بالجنب، يعني ايه الكلام ده؟ بصوا معايا، يعني عندك 2 واير كده، كرنت ماشي كده مثلا، وكرنت تاني ماشي بالشكل ده. هل ده هيفرق في حاجه ولا اي حاجه؟ حضرتك هتروح عامل الاسهم بتاعتك بنفس ذات الورقه اهي. الراجل ده ماشي كده اهو، ايوه، يبقى من هنا اكس، ومن هنا النقطه بتاعتك، وتيجي هنا لا ده مقلوب ولا زيه، لا ده مقلوب الناحيه الثانيه، اروح قلبه الناحيه الثانيه بالشكل ده كده، ايوه من هنا اكس، ومن هنا ايه يا عم؟ نقطه. حلو قوي الكلام ده كده. الاثنين اكس في هنا في النقطه دي يعني زي بعض، يبقى البي توتال بتاعتي هتكون الاثنين بلس بعض، والنقط اللي بره ايه؟ ماينس. نرجع بقى لموضوعنا، ازاي ممكن يدخل الستريت واير مع السيركلر كويل في نفس المساله، سواء كان هيقول نيوترال بوينت او هيطلبها باي شكل اخر. بص يا شباب معايا كده، انا عندي مثلا ستريت واير كده، وسيركلر كويل ماشي معايا بالشكل ده، ومديني هو الكرنت الاثنين، وطالب مني مثلا البي توتال هنا. طبعا بالنسبه للسيركلر كويل، معلومات السيركلر كويل ايه يا عم؟ ايوه تمام، ميو واي وان اوفر 2 ار. طب معلومات الواير ميو واي اوفر 2 باي دي. فين الديستانس بتاعتي؟ الديستانس اللي هي من اول النقطه دي لغايه هنا، دي تمثل بالنسبه لي الديستانس. امال فين الار؟ الار من اول هنا لغايه هنا، اللي هي بتاعت السيركلر كويل بس. والاي بتكون جيفن. طب يا ترى التوتال في حاله زي كده هيبقى عامل ازاي؟ انفذها ازاي؟ احنا اتعلمنا الواير اهو، ركز كده معايا مره للمره الالف اهو، الكرنت طالع وادي النقطه، يبقى من العلامه بتاعت الناحيه دي نقطه. طب ليه ما حطيتش بتاعت الناحيه الثانيه؟ لان السيركلر كويل الناحيه دي، ادي كده نقطه بتاعتي. طب ويا ترى السيركلر كويل دي هتعامل معاها ازاي؟ هتبقى مجهز برضو للسيركلر كويل حاجه زي دي. بص كده معايا اهي، اللفه بتاعتك كده وكده اهو، عن طريق اللي هي امبير، فاحنا جبناها بنفس الطريقه عشان ما حدش بس يسال نفسه احنا جبنا الحاجات دي منين، هي مجرد تنفيذ الطريقه على حاله. اللفه هي يبقى الراجل الماجنت بتاعه ايه؟ طالع لفوق هو كمان، يبقى معنى كده ان السيركلر كويل هو كمان طالع لفوق. طب ما كده الاثنين ماجنت هما الاثنين طالعين لفوق، يبقى كده البي توتال بالنسبه لي، ايوه البي بتاعت الواير بلس البي بتاعت مين يا عم؟ الكويل. حلو قوي الكلام ده. طب لو جه في مساله زي دي بس حب يجلس وقال لي لا ده انا هطلبها معاك يا عم، ركز بقى كده معايا، انا عايز اعرف الدايركشن بتاع الكرنت اللي يعمل نيوترال بوينت او يلغي التاثير بتاع المagnetic فيلد. ببساطه انا عندي ستريت واير اهو، ركزوا معايا، وعندي سيركلر كويل كده، وبيقول لك هات لي الاي اللي تخلي الاي اللي في الكويل اللي تخلي تاثير المagnetic فيلد بتاعت الواير ده يختفي. ببساطه موضوع عادي جدا، بتركيز كده بسيط مع بعض. كل اللي انا هعمله ان انا اروح حاطط كده، اقول له يا عم ان البي كويل لازم تساوي البي واير طالما قلت ان انت هيلغوا بعض، واروح فاكك ميو اي ان على 2 ار، دي معلومات مين يا عم؟ الكويل. طب الواير ميو واي الواير اوفر 2 باي في الدي.
المساله هتكون فيها جيفن كتير، يعني انت هتلاقي عندك الار موجوده او الدي موجوده، او هو مدي الاثنين ريليتد لبعض. يعني ايه؟ ممكن يسمي لك دي ار ويقول لك من هنا لهنا مثلا ار، يبقى كده الديستانس نفسها من اول دي لغايه النقطه يبقى الديستانس نفسها 2 ار ودي ار، عشان الاثنين ايه؟ يكنسلوا بعض. مثلا انا بديك افتراضيات للمسائل اللي انت ممكن تشوفها اصلا واحنا حالين مع بعض زيها في الفيديوهات اللي قبل كده. زي ما اتفقنا هي هتلاقوها موجوده في البلاي ليست ان شاء الله، تقدر ان انت ترجع لها على حسب اللي انت هتحتاجه. يعني لما تخش ما تشوفش كل الفيديوهات على طول كده، انت بص على الصوره من بره، شوف انا قايل لك ايه اللي مشروح او ايه اللي انا حليته، وخش عشان ما تضيعش وقتك بناء على اللي انت محتاجه. طيب اجيب الاي ازاي؟ كده خلاص بالنسبه لي الميو كده كده هتكنسل الميو، وال2 هتكنسل ال2، دي موجوده في كل المسائل. فاضل لي بقى اي الكويل دي كرقم. الموضوع سهل لان النمبر اوف تيرن بيكون جيفن، واغلب المسائل بيكون مسميها رينج، واي الواير دي بتكون جيفن. طب الاي سهله من الحسابات. الدايركشن بقى 90% منكم بيعرف يجيب الاي عادي، ده شيفت سولف، حتى لما بيحلش ماس بيقدر يحلها شيفت كالك على الكالكوليتر او شيفت سولف. الدايركشن اجيبه ازاي؟ اول حاجه انا لازم عشان الاثنين ماجنت يلغوا بعض لازم يكونوا عكس بعض ولا مع بعض؟ احنا قايلين ان هم لاغيين قد بعض ولاغين بعض، يبقى لازم يكونوا عكس بعض. طب تعالوا نشوف اللي جيفن اللي عندي. الجيفن اللي عندي بالشكل ده اهو، الكرنت طالع لفوق، ركز بقى معايا، يبقى دي نقطه هنا بالنسبه لي 10 على 10. يبقى لازم اجباري الماجنت بتاع الراجل ده ما يبقاش نقطه، لازم يكون اكس. طب علشان لازم يكون اكس الماجنت، اروح مدور على الرسمه اللي انا راسم فيها الكرنت اللي بيدي اكس. ادي الكرنت بتاعي اللي بيدي الايه؟ الاكس. ركز كده معايا، اروح حاطط كده الكرنت يبقى لازم يلف ازاي؟ لازم يلف بالسهم ده. السهم ده اللي هو طبعا هيكون مكتوب عندك في التشويزز يا اما كلوك يا اما انتي كلوك، طبعا بالمنظر ده انت بتتكلم في كلوك وايز. بمناسبه بقى الكلوك والانتي كلوك والحته دي بالذات، نيجي لحته السولينويد اللي هي تقريبا بتعمل مشاكل لناس كتير جدا، وهي اصلا في منتهى التفاهه. فركزوا بقى معايا ونشوف ايه حته السولينويد دي بالذات، واقول لكم على سر فيها سهل قوي يخلي الموضوع بالنسبه لكم بسيط. بصوا يا اساتذه، السولينويد كويل مبدئيا لما تيجي تبص على اي رسمه ليه في اي سؤال ليك في الامتحان، لازم الرسمه بتكون زي ما انا برسمها لك كده. يعني ايه؟ يعني لازم يكون جزء من السولينويد مختفي وجزء ظاهر. يعني بص كده اللفه دي عامله ازاي، في جزء تاني الترن مختفيه فيه. حضرتك لما تيجي تشتغل، وانا نبهت على الموضوع ده، اشتغل على الجزء المختفي. يعني لو قايل لك مثلا الكرنت كده، امشي كده من الحته اللي مختفي فيها، من الحته اللي مختفي فيها، لان دايما بيكون في حته ظاهره وحته مختفيه. ما تجيش من هنا، انا بكرر اهو، ما تجيش من الحته اللي هي باينه قوي دي، ما تستسهلش. اشتغل من الحته اللي هو مختفي فيها. ركز كده معايا، الكرنت هيجي يمشي كده، امشي معاه امشي معاه امشي معاه، هيبدا يلف كده. هي دي اللفه اللي احنا محتاجينها، هي دي اللفه اللي احنا محتاجينها. يلف كده اهي كده، تمام اهي، وسعناها شويه. حضرتك عندك 2 بول للماجنت، يا اما ان يا اما اس. ركزوا بقى كده معايا، حضرتك هتحط السهم على نهايه كل حرف من فوق كده. الان بالشكل ده، ها ركز كده، ايوه بص اللفه بتاعته عامله ازاي، دي لفه ايه؟ انتي كلوك. يعني حتى لو انت ناسي، دي لفه الانتي كلوك، عرفتها من راس السهم بتاعك بتاع الحرف. اللفه دي كده، ها دي كده هتمثل بالنسبه لك ايه؟ كلوك وايز. حلو قوي الكلام ده. بص بقى معايا، الراجل ده لفته عامله ازاي كده؟ دي مع الان ولا مع الاس؟ لا دي جايه مع الاس بالشكل ده. يبقى كده ده من هنا مين؟ الاس، صح. يبقى اوتوماتيك ده من هنا مين؟ الان. انا بعرف واحد اظبط على اساسه التاني. ان الاس بالشكل ده يبقى الماجنت بتاعي، احنا عارفين ان هو بيتحرك فروم نورث تو ساوث، يبقى ده الدايركشن بتاع الماجنت بتاع مين؟ السولينويد. ما تتنسيش الحته دي يا اساتذه. واللي برضو عايز يحتفظ بحاجه زي كده، الرسمه انا مجهزها لكم اهي، تقدر تعمل سكرين شوت برضو للحته دي، بحيث ان انت تبقى عارف الان ازاي والاس ازاي. الان اللفه بتاعته بتبقى عامله كده، الاس اللفه بتاعته بتبقى عامله كده، اللي هي دي انتي كلوك ودي مين يا عم؟ كلوك. حلو قوي الكلام ده. طيب ازاي بقى هو ممكن يحط معايا واير في رسمه زي كده؟ عادي جدا، تعالوا كده نشوف، يلا بينا، يلا. لو فرضا حط لي، هو قال لي الشكل ده، وبعد ما انا جبت البي بتاع السولينويد عن طريق الميو والاي والان اوفر ال. وبالمناسبه الان اوفر ال دي احيانا بيديها على بعض بحاجه اسمها نمبر اوف تيرن بير يونت لينس، يعني بيكتبها لك كده بير يونت لينس. ما تنساش الكلمه دي، تكون مدي الان على ال مره واحده. طيب ازاي بقى يحط واير في حاجه زي كده؟ تعالوا يا عم نشوف واير مثلا، نختار حاجه رخمه شويه، نقول ان احنا عندنا واير يا عم بالشكل ده كده اهو. ده كده الاي بتاعته، وعايزين نعرف التوتال ماجنت. بصوا كده معايا، ها البي بتاعت السولينويد ماشي ازاي اهو، يبقى البي بتاعت السولينويد بتاعتي ماشيه كده. تعالوا نشوف الواير من الناحيه دي هيبقى ماشي ازاي. ايوه نرجع للورقه اللي احنا كنا مجهزينها، ادي الورق. الكرنت بتاعي اهو بالشكل ده، نقطه يعني طالع لفوق اهو، طالع لفوق. بص السهم بتاع الواير ماشي ازاي، البي بتاع الواير ماشي ازاي. ايوه نرسمها بقى في اي حته كده في السؤال، اقول ان البي بتاعت الواير ماشيه كده اهي.
ادي السهم بتاعنا، مش ملاحظين حاجه؟ بي الواير طالع عكس بي مين؟ السولينويد. يبقى في حاله زي كده حضرتك هتقول لي ان البي توتال بتاعتك هي عباره عن البي واير ماينس البي سولينويد بعد ما تحسب الاثنين او العكس. بصوا يا شباب، الفيديو ده باختصار انا حبيت ان انا اظبطه في حته الدايركشن بتاعت اول بالنسبه لي الجزئيه الخاصه بالستريت واير والسيركلر والسولينويد، لان 90% من مشاكلكم كانت في الحته دي. اتمنى بعد ما تخلصوا الجزئيه دي ارجعوا لفيديوهات ستريت واير كحل، وفيديوهات السولينويد والسيركلر كحل. في 3 فيديوهات تقريبا كل واحد في متوسط 20 دقيقه، زي ما احنا الفيديو بتاعنا بالشكل ده. حل معايا وبعد كده ابدا على طول حل مع نفسك. وجزئيه الفورس والتورك ان شاء الله دي هنلمها المره اللي جايه مع الاجهزه في فيديو واحد، بحيث ان اصلا ما فيش هيقابلنا مشاكل دايركشن تاني بالشكل ده الا في حته الفورس، ودي برده هنعمل لها طريقه لطيفه زي اللي احنا عملناها هنا، بحيث ان انتوا ما تعانوش منها. وان شاء الله باذن الله شدوا حيلكم وتابعوا الفتره الاخيره كويس قوي. كل كلمه انا بقولها ان شاء الله تفرق معاكم كتير. اشوفكم على خير يا اساتذه، مع السلامه.